السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات وحكايات نور. اليوم جبت لكم تشارك العريان اللي كنت طلبته مني وكان طلبته مني متتبعة وفية. نقول لك حبيبتي جبت لك الوصفة وان شاء الله تعجبك. اليوم جبتها لكم بواحد الطريقة مختلفة تماما على الطرق اللي مداري نديروهم بها. وشوفوا ما شاء الله كيفاش يجي الحشو معسل راكم تشوفوا فيه، وشوفوا العجينة كيفاش تجي ما شاء الله طرية. شوفوا جات هايله وتتفتت كيما راكم فيها، جا ما شاء الله بنين 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 وطريقه ناجحه مليار في المية. يعني اول مره لا راكي راح ديري تشارك المسكر، عفوا ماشي مسكر، هذا تشارك العريان. نقول لك حبيبتي غير ديريه وعينيك مغمضين، اكيد راح تنجحي في الوصفه وتعجبك ان شاء الله. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الوصفه تاعنا اول حاجه عندي 3 كيسان كاوكاو محمص ومرحي. شوفوا كيفاش راني راحياته رقيق، يعني ما ترحيهش خشين. نحطهم بجهه ونجيب اناء اللي غادي نطيب فيه يكون ثقيل شويه. ندير فيه كاس تاع الماء، عفوا كاس ماء الزهر وكاس سكر. ندير كاس تاع الماء زهر وندير كاس تاع السكر ونحرك مليح هذاك السكر ونديه فوق النار. هنا هذوك الكميه تاع الكاوكاو، يعني 3 كيلات تاع الكاوكاو وكيله تاع الماء وكيله تاع السكر. هذه هي الطريقه اللي نطيبوا بها الحشو. ندرت الكاس تاع الماء والسكر، بعد ما يذوب كامل هذاك السكر نزيد عليه ملعقه كبيره زبده ونحرك حتى تذوب لي هذيك الزبده. بعد ما ذابت الزبده نزيد الكاوكاو تاعي اللي كنت درتهم 3 كيسان، نفرغهم في هذا الخليط ونبدا نحرك كيما هكا، والنار راهي متوسطه وانا راني نحرك. يعني التحريك لازم يكون مستمر، ما تحبسيش، تحركي 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 حتى تلحقي للقوام اللي غادي نوريه لك. شوفوا هنا كيفاش راني وريتها لكم على مراحل، يعني سرعت الفيديو. شوفوا كيفاش راني نحرك والنار راهي قاويه، يعني ماشي قاويه بزاف ولكن ما تكونش ناقصه وراكي تحركي. شوفوا هنا بعد ما تلحقي لهذه المرحله تبداي كي تجبدي كيما هكا بالملعقه هذوك الجوانب ما يرجعوش، يعني ما يلصقوش مع بعضهم. هنا صاي الحشو تاعك راه جاهز. شوفوا كيفاش نجبد بالملعقه ما يتلاقاوش، ها يبداو يتلاقاو ثقيله، يعني تمشي ثقيله. هنا صاي الحشو تاعنا راه واجد. نحوه من النار ونخلوه يبرد تماما. لازم شيرات تلحقوا لهذا القوام. شوفوا كيفاش راني هنا سرعت الفيديو، هو يطول معكم يديلكم شويه وقت ولكن تحصلوا على نتيجه رائعه. هنا بعد ما طفيت عليه نفرغه في طبسي ونخليه يبرد تماما. لازم يبرد الحشو تاعنا تماما باش نستعملوه. شوفوا هنا بعد ما برد، انا للامانه درته في الليل وخليته بات ليله كامله، ولكن نتوما تقدروا تخدموا به غير يبرد تقدروا تخدموا به. شوفوا كيفاش يتماسك الصباح، كيفاش يولي. هذا الحشو يقعد لكم لمده شهر في الحبه تاع الكاطو ما يصرى له والو، يقعد كيما راه كيما راكم تشوفوا فيه اطري. ندير عليه ملعقه كبيره بصح ماشي معمره بزاف لافاني، وملعقه صغيره قرفه، وديروا مبشور الليمون. انا ما كانش عندي مبشور ليمون ما درتش، ولكن من الافضل ديروا مبشور الليمون وخلطوا مليح هذيك لافاني مع القرفه. ودروك نبداو نوزنوا في الحشو تاعنا. هاد الكميه تاع الحشو تحشي لكم شحال حشات لي 31 حبه بوزن 20 غرام. حشات لي 31 حبه بوزن 20 غرام. صحيح حبيباتي. هنا نبدا نوزن فيه 20 غرام ونحطه بجهه، نغطيه ونحطه بجهه. هنا هاد الكميه تاع الحشو انا راح نخدم معكم عجينه، ولكن العجينه اكثر من الحشو. علاه؟ لانه كانت طلبت مني متتبعه حشو ل 30 حبه، ومتتبعه طلبت مني عجينه ل 60 حبه تاع تشارك. يعني العجينه تحوست على العجينه صافي، قررت نديرهم في فيديو واحد. هنا وزنت الحشو تاعي 20 غرام وخليته بجهه ونروحوا نخدموا العجينه تاعنا. نجيبوا الكيله تاعنا اللي غادي نعبروا بها، نديروا كيله مرقارين اللي هي 250 غرام. درت 250 غرام مرقارين اي نوع يكون عندك، انا درت صول. ونزيد بنفس الكيله هذيك البواطه تاع الصول اللي تعبري بها ديريها كيله سكر ناعم. كيله سكر ناعم وكيله ناقصه اصبع ماء الزهر وكيله ناقصه اصبع زيت. تبعوا معايا الشيرات، عجينه ناجحه مليار في المية. تبعوا برك المراحل اللي راني ندير فيهم. نزيد عليهم حبه بيض. هنا 250 غرام تاع زبده تدينا حبه بيض، الزبده هي المارغرين. نزيد عليهم ملعقه كبيره لافاني. هنا انا درت 2 مغارف صغار، نتوما ديروا ملعقه كبيره لافاني. وديروا مبشور القارص اللي هو مبشور الليمون. ونبداو نميكسو في العجينه تاعنا. هنا السر تاع نجاح الوصفه هو الميكسور، يعني لازم تميكسيها مليح 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 حتى تتحصلي على كريمه.
شوفوا هنا في الاول تطول شويه باش تخلط لكم، غير تتخلط شويه هذيك المارغرين صاي. شوفوا كيفاش تولي كيما المايونيز. هنا راهي طير من البول، يعني ماهيش لاصقه في البول. شوفوا كيفاش راهي، زيدي حركي ما تحبسيش هنا، زيدي حركي حتى تولي كيما هكا. يعني هنا راني ميكسي بالميكسور حتى ولات لي بهذا القوام. شوفوا كيفاش راهي ماهيش تتنحى من البول، يعني كل شيء دخل في بعضه هكا. تضمني بلي الحبه تاعك كيما تشكليها كيما تقعد في الفور، يعني ما تخسرش في الفور. صحيح هنا كملت خلطت العجينه تاعي. دروك نبدا نزيد في الفارينه. نجيب الكيله الاولى تاعي اللي هي 250 غرام تاع المارغرين. البواطه هذيك تقعدي تعبري بها الفارينه. رايحين نديرو نص كيس خميره كيميائيه. ندير البواطه الاولى تاع الكيله الاولى تاع الفارينه، ونزيد عليها نص كيس خميره كيميائيه اللي هو ملعقه صغيره معمره مليح. وندخل مليح الكيله الاولى تاع الفارينه في العجينه تاعي، يعني لازم تدخلوها مليح هكا باش العجينه تاعكم بعد تجيكم خفيفه كيما طيبوها، يعني تطيبوها تتورق وتجيكم خفيفه. درت الكيله الاولى ونزيد الكيله الثانيه وندخلها تاني، لازم حتى تدخل تماما باش نزيد الكيله الثالثه. هنا راني زدت الكيله الثالثه وندخلها تاني مليح، ونزيد الكيله الرابعه بنفس الطريقه. الفارينه تاعي راهي مغربله لازم تغربلوها. زدت الكيله الرابعه وهنا الكيله الخامسه. نتوما الكيله الخامسه ما تضيفوهاش ضربه واحده، انا راني موالفه العجينه ونعرف الفارينه تاعي. نتوما الكيله الخامسه بداو تدخلوا فيها غير بشويه هكا باش العجينه تاعكم يعني ما تغلبكمش الفارينه وتيبس. هنا دخلت الكيله الخامسه كامله ندخلها ونبدا هكا شغل ماشي. هنا مانيش نعجن، يعني راني غير نرجع في العجينه تاعي كتله واحده. شوفوا القوام تاع العجينه، شوفوا شحال طريه، يعني ما شاء الله وناجحه 100%. يعني شيرات اللي راهي باغيه دير تشارك لاول مره هذا العجينه نقول لكم ديروها وعينيكم مغمضين، سيرتو لاصحاب المشاريع والناس اللي راهي تخدم بها. نغطيها ونخليها بجهه ونروح نوزنها. يعني قبل ما تحطيها تقعدي توزني فيها ما تخليهاش عريانه، يعني لازم ديري لها بلاستيك هكا باش ما تنشفش. هنا درتها قدامي ونبدا نوزن فيها 30 غرام. وزنت العجينه تاعي 30 غرام والحشو 20 غرام. هنا اللي ما تبغيش الحشو بزاف ولا العجينه بزاف كيما طلع لك توزني. لو وزنتيها 30 غرام رايحه تخرج لك 60 حبه. الا وزنتي العجينه تاعك، هذه العجينه اللي درناها كي توزنيها 30 غرام تخرج لك 60 حبه، وإلا وزنتيها 35 غرام كيما انا رايحه تخرج لك 50 حبه. يعني الحبه تاعك راح تكون متوسطه، والوزن تاع الحبه كل وحده وكيفاش توزن وكل وحده شحال غادي تخرج لها. المهم انا عطيتكم الميزان اللي يخدموا به الاغلبيه. العجينه 35 غرام والحشو 20 غرام. اللي تبغي تنقص في الحشو تنقص، اللي تبغي تنقص في العجينه تنقص. هنا كورت كامل العجينه تاعي ونخدموها كيما هكا حرابيش باش تجينا سهله، يعني بعد ما نضلوش غير نكورو ونعاودو. والحشو تاعي هاوينا تاني درتو كويرات وغادي نخدمها هكا رولوك شغل طوليه هكا باش ما يغبنكش من بعد يجيك ساهل في الخدمه. انا هنا مانيش راح نخدم كاع العجينه، قلعت منها 31 حبه على حساب الحشو، قلعتها وخدمتها والاخرى رجعتها في المجمد. يعني كميه الحشو اللي درناها غادي تحشي لكم 31 حبه. كميه الحشو اللي درناها غادي تحشي لكم 31 حبه. واللي تبغي الحشو كامل لهاد العجينه تاع 250 غرام راح تسحقي 750 غرام كاوكاو. 750 غرام كاوكاو تحمصيها وتروحي ترحيها وتعبري كيما درت انا. تكيليها 3 كيلات، تجيبي كيله تاعك تكيلي بها الكاوكاو 3 كيلات، وبنفس الكيله تكيلي وحده سكر ووحده ماء الزهر وطيبي بنفس الطريقه اللي درتها انا. رايحه دير لك حشو لي كامل هاد الحبات. المهم انا عطيتكم هنا المتتبعه اللي طلبت مني الحشو ل 30 حبه، هذا هو الحشو اللي يكفيك ل 30 حبه. صاي هنا نبدا نشكل في التشارك تاعي. نجيب هنا العجينه ما تريحش بزاف لانه العجينه قلت لكم ناجحه، انا خليتها ريحه ربع ساعه فقط، ربع ساعه وبديت نخدم بها. شوفوا الحبه الاولى تاعي تاع التشارك، نبسط العجينه عادي وندير الحشو وراني الرولي. هنا كي تبداي تحلي في الحبه تاعك ما ترقيهاش في الوسط، يعني تجبدي من الاطراف وراكي تقدمي للوسط. ودائما هذيك الفتحه اللي كنا غلقناها نجيبوها تحت وندوروا الحبه تاع التشارك تاعنا. هنا راني نهضر بالنسبه للمبتدئات اللي راهم عاده يتعلموا. شوفوا الحبه تاعنا كيفاش تجي شابه، ونحطوها في السنيوه تاعنا اللي يكون فيها ورق الطبخ. هذه الحبه الثانيه نبسط العجينه كيما هكا بالحلال وندير الحشو تاعي هكا على شكل حربوش، نبلع مليح نغلق مليح. شوفوا كيفاش راني نغلق ونخرج كاع الهواء قبل ما نغلق الحواف. شوفوا الحواف راني نغلقهم هما توالى، يعني تخرجي الهواء اللي راه في الحبه تاعك هكا باش ما تفتحلكش، وتبداي ترولي كيما هكا بصبعتك غير بصبعك، ما تستعمليش الكف تاع اليد، وترولي وتقدمي للوسط. يعني الوسط لازم يكون اخشين. شوفوا الحبه تاع التشارك تاعنا ما شاء الله تجي متحوفه هايله.
هنا ندير لكم الشكل تاع المثلث هذوك اللي يبغوا الشكل تاع حبه تاع الكرواسون، هذاك التشارك اللي كنا نديروه بكري. هنا تجيبي الكره تاعك وخدميها هكا على شكل مثلث وحليها صوره راهي موضحه. حلي العجينه تاعك، ولا ما تبغيهاش يعني مورقه، يعني ما تبغيش هذاك الفيتاج، دير عادي الحربوش وتحط فيه الحشو وترولي، يعني تخرج الحبه ما شاء الله هايله. هذه العجينه ناجحه شيرت، ديروها وكيما نقولوا على ضمانتي. صاي راكم تعودتوا على وصفاتي وعلى الصدق والمصداقيه في وصفاتي. هنا نرولي الحبه تاعي، نغلق مليح الحواف ونبدا نسقم فيهم هكا بصباعي. وشوفوا الحبه تاعي كيفاش تجي هايله. دائما الفتحه تجي من التحت. صاي هنا شكلت كاع الحبات تاوعي. نجيب كيردون ونبدا هكا نتقف فيهم، ندير 3 ثقوب، وحده في الوسط وحده من وحده من اعلى. دوك تقولوا لي كاين اللي ما يتقبوشوا منا، هنا لازم تتقفيهم تقبيهم باش كاش هو يكون الداخل في العجينه كي تخليهم يبردوا رايح هذاك الهواء اللي يكون الداخل في الحبه يخرج هكا، نتفاداو باش تفتح لنا في الفور. هنا نديرهم حبيباتي يبردوا مليح في الثلاجه ولا في المجمد، يعني انا درتهم في المجمد بردوا لي واحد 5 دقائق 10 دقائق وقلعتهم. شوفوا كيفاش تشد الحبه روحها، تشد روحها على ما. وهنا نجيب حبه تاع بيض كامله ندربها، ضربيها مليح مليح وبداي ديري الحبه في البيض بالبانسو وراح ترمديها في الكوكو. راهي تتلف لي الهضره عبيه نضحك على روحي. نرمد الحبه مليح مليح في البيض، يعني ديروا لها البيض كميه مليحه هكا باش يلصق فيها غايه الكوكو، ومن بعد ما يطير لكمش في الفور. شوفوا هنا كيفاش راهي تتغلف. وتاني كي تجمد الحبه تساعدنا غايه في التشكيل، يعني ما تقعدش هكا تتعواج وتخسرنا. كي تجمد تقعد الحبه متحوفه كيما نخدموها. ندهن مليح الحبات تاوعي ونديرهم هذوك الثقوب اللي درناهم يساعدوا غايه العجينه تخرج كامل الهواء اللي فيها، باش كي تبداي هكا تغلفي فيها وتبلعيها بالبيض ما راحش تخسر في الفور. نديرها هنايا في الكاوكاو اللي يكون محمص شويه، يعني ما ديروش ابيض، يعني لازم يكون محمص شويه هكا باش يعطيكم بنه شابه في التشارك تاعكم. ما ديروش ابيض، حمصوه شويه ورحوه خشين. انا هنايا كانت عندي 600 غرام تاع كاوكاو، حمصته ورحيته، ومن بعد هذاك الخشين خليته درت به هذا بقالي قد كاس من هذاك الخشين، درت به هنايا شويه وما كفانيش زدت عليه، والرطب رحيته وختمت به الحشو. صاي شيرات. هنا راني كملت كامل الحبات تاعي، ندخلهم للفور يطيبوا على 160 درجه. الفور تاعك يكون مسخن من قبل على 160 درجه. دخلي السنيوه تاعك في الوسط، ديريها في الوسط وخليه يطيب من التحت. بعد ما يطيب لك من التحت ويدي تحميره خفيفه من التحت، هبطيه كامل لتحت وشعلي له الفوق وخليه يدي هذيك التحميره خفيفه من الفوق. ما غاديش يطول لكم بزاف الطياب لانه الحشو تاعنا طايب، غير العجينه برك اللي راهي رقيقه الطيب لنا ما يطولش، يعني عنده حد الاقصى 15 دقيقه من التحت و15 دقيقه من الفوق. هذه اقصى حد، يعني كي يطول عليك يطول كيما هكا. هو انا يدير لي 20 دقيقه، يدير لي 10 دقائق من التحت و10 دقائق من الفوق. شوفوا كيفاش هنا راه هذا مازال ما طابش ودوك يطيب وعسوا الشكل، يعني يقعد كيما كان الشكل في الاول كيما كي يطيب التشارك تاعنا. شوفوا لي الشكل تاعنا كيفاش ما شاء الله، ولا حبه فزت لي للامانه، ولا حبه فزت لي، يعني كيما درت الحبات تاعي. شوفوا كيفاش طابوا ما شاء الله وهما سخونين. ديري لهم رشه خفيفه تاع سكر غلاس، سكر ناعم، وهايليك النتيجه معنا. شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله هايل. وهذاك الكاوكاو اللي سق فيه غايه، وهذيك الرشه تاع السكر تزيده بنه على بنه، ولازم ترشوه وهو حامي، يعني رشيه وهو حامي هكا باش يعطيك البنه. من بعد هذاك السكر يتشربه ويعطيك بنه شابه. شوفوا لي النتيجه النهائيه تاع التشارك تاعنا، جا هايل ما شاء الله، يعني وصفه ولا اروع. ان شاء الله اللي كانت طلبتها مني تشوفها وتعجبها. شوفوا كيفاش راني نقسم فيه معكم. شوفوا لي هذاك الفيتاج من الداخل والحشو شحال معسل، ويقعد كيما راه معسل لمده شهر، يعني شهر، والحشو تاعك كيما هكا ما يصرى له والو. شوفوا ما شاء الله، يعني للامانه اعطيتكم كامل المراحل من الاول للاخير. ان شاء الله برك ما تبخلونيش بجام وتعليق، وما تبخلونيش بالاشتراك في القناه اللي ماهيش مشتركه. خليكم حبيباتي مع هذا التشارك الجميل، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، وما ترجعوا لي في التعليقات وترجعوا لي بتعليقاتكم الجميله ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى وحكايات اخرى من